مش كفاية ان منتجك يكون efficient بطريقة قوية جدا جدا جدا. محتاج دايما تضيف عليه سيرفيس. السيرفيس دي ممكن تكون كاستمر سيرفيس، ممكن تكون ضمان وورنتي، ممكن يكون اشكال كتير قوي من السيرفيسز تقدر ان انت تقدمها. دايما بنقول ان مفيش حاجة اسمها منتج بس، مفيش حاجة اسمها سيرفيس بس، في حاجة اسمها باكج. انت بتقدم منتج محتاج تضيف عليه سيرفيس. مش كفاية ان منتجك يكون الكواليتي بتاعته عالية، مش كفاية ان منتجك يكون السبيكس بتاعته عالية، مش كفاية ان منتجك يكون efficient بطريقة قوية جدا جدا جدا. محتاج دايما تضيف عليه سيرفيس. السيرفيس دي ممكن تكون كاستمر سيرفيس، ممكن تكون ضمان وورنتي للبرودكت ده ان هو هيكمل معاك سنة واثنين وثلاثة. ممكن يكون اشكال كتير قوي من السيرفيسز تقدر ان انت تقدمها. يعني لما بتلاقي توكيل عربيات بيقدم عربية والعربية دي جديدة، وان هو طبعا مش هيقدر يوفر كل قطع الغيار اللي العربية محتاجاها، طب هو بيقدم ايه مقابل ان هو مش قادر يوفر كل قطع الغيار دي؟ فتلاقي توكيل يقول لك خلاص احنا هنستنى لغايه لما قطعه الغيار دي تيجي، علشان انت عربيتك محتاجه قطعه الغيار دي، واستنى 40-45 يوم. وتلاقي توكيل تاني لا، هو بيدور ان انت تبقى راضي وساتسفايد، فتلاقيه بيوفر لك بديل، سواء ان هو يوفر لك عربيه بديله تقدر ان انت تستخدمها في وقت ما عربيتك عطلانه، او بيوفر لك القيمه المناسبه لعطله العربيه دي. فببساطه جدا عايز تتميز وعايز تكمل وعايز توصل لبروفيت مختلف، محتاج ان انت تراعي الكاستمر. وكل ما انت اهتميت بالكاستمر واهتميت بمشاكله واهتميت برايه وقدرت ان انت تطبق الكاستمر سيرفيس كما يقول الكتاب، هتقدر ان انت يكون عندك سمعة قوية جدا تخلي فيه وورد اوف ماوث، وتخلي فيه بيع مستمر، وتخلي فيه بروفيت مستمر.